ويلا بينا نخش بقى عندنا السلاكه النهارده. طبعا راس السنه، سنه سعيده عليكم يا رب. ونشوفوا كده السلاكه بتاعتنا محتاجه ايه وايه اللي ناقصها وهنعمله ايه النهارده مع الحمام. طبعا بسم الله ما شاء الله الجوز ده معانا باض اهو، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. تعالوا بقى القطارات بتاعتنا بقى اللي احنا هنشتغل بيها النهارده اهو، 2 وهنا 2 4. هنشوفوا هنعملوا ايه مع الحمام وهنشوفوا هنشتغلوا معاه ازاي، ونشوفوا ايه اللي هيتجوز ميعاده النهارده. طبعا في مع حمام ميعاده يتجوز معانا النهارده ان شاء الله، هنجوزوه سوا مع بعضينا. ونشوفوا اول حاجه هنعملها ايه مع الذكر الجميل دوت والزغلول دوت. طبعا عصافيرنا الحلوه منوره الدنيا للناس بقى اللي بتحب تربي العصافير. العصافير بتشوفنا بتعمل دوشه كبيره جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. ده المكان اللي احنا بنربي فيه يا شباب. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا الجوز الروز دول، بصوا بيعملوا ايه، بسم الله ما شاء الله. طبعا حاجات حلوه جدا جدا هنعملها للحمام النهارده وهنجوزوه سوا مع احلى اخوات في البيت. تعالى اول حاجه نعملها عشان الذكر ده هنجوزه النهارده، هناخد الزغلول دوت من عنده، من عند ابوه. طبعا هنا ده كان معاه 3 زغاليل، بعنا زغلولتين واتفضل الزغلول الشقي دوت ده هنحطه مع الذكر اللي هنا، لان الذكر دوت هيتجوز النهارده. طبعا عايزين نشوف رد فعل الذكر دوت مع الزغلول ده ايه، وان شاء الله يطلع خير. طبعا طالما هنجهز جواز وطالما هنجوزه يبقى لازم اول حاجه نسحب البياضه من عند الذكر اللي حضراتكم شايفينه كده، ونصبح على المعلم عنتر حبيب قلبي. صباح الفل يا عنتر، فاضل لك يومين كده ونجوزك ان شاء الله. هنجوز الذكر اللي فوق ونرجع لك. طبعا الذكر دوت يا شباب زي ما انتم شايفين كده، كل ما نفتح السلاكه لازم يرازينا كده ويتعارك معانا، بس لازم نصبح عليه. اخدنا اللي احنا نصبح عليه ونقول له عامل ايه، احلى مسا عليكم. يلا بينا بقى النهارده يوم جميل مع احلى اخوات في الدنيا، وهنشوفوا هنقدمه ايه للحمام، وهنشوفوا هنراعي الحمام ده ازاي، ونشوفوا ايه اللي ناقصه واللي هو ناقصه هنعمله له. الذكر دوت هيتجوز المفروض ان نتايته تبيض مع النتايه ديت. طبعا انا جوزت النتايه ديت قبلها ب3 ايام او 4 ايام، فالميعاد ان شاء الله اللي احنا نجوز الذكر دوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الفل، صباح العسل، صباح كل حاجه حلوه على اخواتنا وحبايبنا اللي مشرفينا في القناه. تحياتي ليكم وتحياتي للجميع. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه حلوه للحمام كده. لو انتوا لاحظتوا المسق كلها مرفوعه، طبعا معنى ان هي مرفوعه يبقى مفيش ميه. تعالوا بقى نشوف هنحطوا ايه وازاي نتعامل مع الحمام. طبعا عايزين قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعمل لايك للفيديو دوت، والقطره السحريه هي تعمل لايك للفيديو دوت. لو انت مش مشترك اشترك وفعل الجرس هيوصل لك كل جديد. تعالوا كده نبص على جوز زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. ده تحتهم بيض مش هنعمل حاجه. اما بقى بالنسبه الذكر دوت كل اللي علينا والمسقه فاضيه كده هنحط له نقطه. بصوا كل مسقه هنحط نقطه زي ما انتم شايفين. هنا جوز حمام طبعا قاعد على بيض مش هنيجي جنبه، دوت قاعد على بيض برده نفس الكلام مش هنيجي جنبه. الذكر دوت معاه الزغاليل هنحط له برده نقطه كده. المسقه فاضيه يا شباب، ها بصوا المسقه فاضيه ازاي. وهنيجي برده عند الذكر دوت نفس الكلام نديله نقطه حلوه. طبعا كلنا فاكرين العجوز اللي جوه دوت روق معانا اكتر من حصى، واشتغلنا معاه كام يوم كده، وان شاء الله بامر الله الحصى اللي جاي يجي معمر، يعني في خصوبه وفي جنين. برده نفس الكلام هنحط له نقطه كده اهو. الجوز دول برده يلا بينا نقطه. كل جوز كده معهمش بيض ولا معاهم زغاليل نحط لهم نقطه واحده. يلا بينا دول معاهم زغلولتين مفيش مشكله، الزغلولتين شادين حلوهم برده هنحط نقطه صغيره زي ما انتم شايفين. اما بقى المعلم دوت لازم نعمل معاه الصح ونديله نفس الكلام برده نقطه، بس لازم المسقه بتاعته تتغسل الاول اهو. بصوا يا شباب كل ذكر قاعدينه في سلاكه لوحده، يعني كل ذكر اهو مقعدينه في باب لوحده. ليه طيب كده؟ هقول لك ليه وهنعرف كل حاجه مع بعضينا. كل ذكر كده اهو نقطه، كل ذكر نقطه زي ما انتم شايفين كده. طيب يلا بينا بقى نفتح لهم الميه. الناس اللي بتقول لي انت هتشربهم ازاي، تعالى كده اوريك حاجه. زي ما انتم شايفين كده هنا في خزان ميه اهو. خزان الميه ده بحط فيه الميه بينزل للحمام اللي انتم شايفينه ده كله. بس قبل ما نفتح الميه وقبل ما نحط لهم ميه تعالوا كده ايه نديهم الوجبه بتاعه الفطار. انا بحب اكل الحمام الاول وبعد كده اشربه. طيب ليه؟ لان اصلا الاكل لما ياخده في البدايه بياكل كميه كبيره جدا منه وجسمه برده بيستفيد. طيب الحمام بياكل قد ايه؟ كل جوز حمام بياكل زي ما انتم شايفين كوبايه قد دي اهو، زي ما انت شايف كده. طبعا لو معاه زغاليل بتحط له كوبايتين، لو معاه بيض بتحط له كوبايه واحده، بس اهم شيء تبقى حاطط الاكل. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده
احنا حاطين الاكل بميعاد وعايزين بقى الحمام ياكل ويشبع، وبعد كده بقى نحط له الميه بتاعته. طبعا اهم الثلاث زغاليل مع ذكر واحد اهو، هنشوف هيعمل ايه معاهم وهل هيبقى حنين معاهم ولا لا. طبعا اهو زي ما انتم شايفين بنحط في الاكاله اللي جوه عشان يتعلموا ياكلوا معاهم، واليمني نفس الكلام، وكل ذكر زي ما انتم شايفين نفس الكلام. الاكل اللي انتم شايفينه ده شباب عباره عن ذره صفراء، ذره عويجه، بزله صفراء، الغله، وبنبدا نفطر حمامنا كله اهو بالمنظر اللي انتم شايفينه دوت. عود حمامك ان هو يبقى في ميعاد للاكل بتاعه اهو زي ما حضراتكم شايفين. وبالنسبه برده النتايات اللي هنا اهو نفس الكلام برده، هنحط لهم الاكل بتاعهم. ويلا بينا بقى هنشوفوا نعملوا ايه مع احلى اخوات في الدنيا. يلا بينا. طبعا يا شباب ده الذكر اللي ميعاده يتجوز النهارده اهو. ناخده بقى الاكاله دي من عنده، طبعا سحبنا البياضه من عنده وغسلناها كده ونضفناها تنظيفه كويسه. طب فين نتايته؟ نتايته اللي هي ديت. طبعا تعالوا بقى كده ناخدوا النتايه الجميله ديت بعد ما خدمناها خدمه صح وندخلها للذكر ونشوفوا هيعملوا ايه مع بعض اهو يا شباب. نسمي الله كده ونتفرجوا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طبعا النتايه زايفه اهي، الحركه اللي بتعملها دي كده معناها ان هي زايفه جدا جدا جدا، والذكر برده نفس الكلام زايف. طيب ايه بقى الحاجات الاساسيه اللي انت ممكن تجهزها دلوقتي انك انت تحضر لهم البياضه اللي هم هيبيضوا فيها؟ البياضه ديت تعالى اوريك هنحط فيها ايه، وافضل حاجه تحطها للبياضه وفي نفس الوقت برده تنفع الحمام وتخلي الحمام يبيض معاك بسرعه وينتج معاك بسرعه. ان شاء الله من بعد 7 ايام من النهارده النتايه دي هنلاقيها قاعده على بيض بامر الله بدون مقاطعه، لان احنا خدمناها صح واشتغلنا معاها صح. الناس بقى اللي الحمام عندهم مش عايز يتجوز ومش عايز يبيض ومش عايز ينتج، يا ريت تنفذ اللي احنا عملناه دوت. طبعا حاجات سهله جدا وحاجات بسيطه في الفيديوهات اللي فاتت هي اللي خلت الحمام بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه كده، والنتايه تبقى زايفه بالمنظر دوت اهو. بصوا كده، بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نقرب على البياضه ونشوفوا ايه اللي هنحطه فيها. طبعا زي ما انتم شايفين كده اهو دي البياضه بتاعتهم. كل اللي علينا هنعمله معاهم هنحط لهم خلطه التحديق بتاعتهم او خلطه التمليح. طبعا ده التحديق اللي انا بستخدمه، ده شكل الكيس اهو. طيب التحديق ده بيتكون من ايه؟ بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو. في اللي هو بذور الطاقه، حجر جيري، محار بحر، قرطم، اللي هو بذر الكتان، بذر الجرجير، بذر الفجر، بذر البرسيم. طبعا الحاجات دي ممتازه جدا جدا للفتره بتاعت اللقو او الفتره بتاعت البيت. تعالوا كده نخش بقى للجزء ونشوف رد فعلهم ايه اهو. زي ما انتم شايفين هنحط لهم الطبق الذهبي دوت اهو. بص بقى الكلام بقى، بص بقى الكلام هنا اهو. ايه الكلام هنا اهو؟ مع ان الحمام عنده اكل وعنده كل حاجه. طبعا الناس اللي بتشتكي من قله الانتاج تجرب اللي احنا عملناه دوت وتشوفوا ان شاء الله بامر الله خير عند الجميع اهو. بص كده الذكر والنتايه دخلوا ياكلوا من الكيس. طبعا الحمام كده يعتبر شبع، كله بعد عن الاكلات. تعالوا بقى نفتحوا الميه دلوقتي ونشوفوا ايه اللي هيحصل عند الحمام ونشوفوا هياكل عياله ازاي اهو. يا شباب ده الخزان. طبعا ده الخزان اول ما نحط فيه ميه هيوزع ميه لكل المسائل اللي انتم شايفينها ديت. يلا بينا كده مع بعض. طبعا اهو ده الجردل اللي احنا هنكبه في الجردل اللي فوق، محضرين ميتنا وحاطين حاجتنا ونشوفوا رد الفعل ايه. حطينا الميه يا شباب وزي ما انتم شايفين المسق هتبدا تتملأ اهو، والحمام بيحط دماغه في المسقه وبيشرب الكميه اللي هو محتاجها. انا دلوقتي عايز اشوف رد فعل الذكر ده ايه مع الثلاث زغاليل اللي عنده. هل لما يشرب هياكلهم ولا هيضرب حد فيهم؟ هنشوفه دلوقتي. كله ملهوف على الميه زي ما انتم شايفين كده، بس انا كنت لازم اعمل كده عشان يشرب كميه كبيره جدا جدا من الميه. بصوا يا شباب النقط اللي احنا حطيناها اهي. المساقه دي طبعا بتتملى تدريجي، يعني كل مسقه بيجي عليها دورها وبيتملى. لو هنلاحظ هنا في المسقه ديت بصوا النقطه السوداء زي ما هي في المسقه ديت، النقطه السوداء زي ما هي زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. طبعا دلوقتي الحمام كله هيشرب اهو. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا يا شباب بقى اول ما الدور جه على المسقه دي ايه اللي حصل؟ بصوا كده دخل يشرب، مش هيحس ان طعم الميه متغير ولا حاجه، لا ده عايز يستفيد وجسمه كمان عايز يستفيد زي ما انتم شايفين كده اهو. بص كده كل ما المسقه تتملى كل ما هو بيشرب بتفضل ترجع تتملى تاني زي ما انتم شايفين. طبعا دي مسقه اوتوماتيك اهو زي ما انت شايف اهو. بص بيشرب ازاي، يسيب المسقه تطلع لفوق اهو.
طبعا المسقه كلها هتتملى دلوقتي، والزغلول كمان يتعلم ان هو يشرب لوحده من المسقه زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. بسم الله ما شاء الله. بنسأل يا رب البركه والزياده للجميع، وعايزين الخير عند الناس كلها. انا اهم حاجه عندي ان هم يشربوا كميه كبيره جدا من الميه علشان جسمهم يستفاد. يلا بقى نشوفوا ايه تاني موجود معانا النهارده اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طبعا الذكر اهو بدا ياكل العيال، وبدا ان هو يديهم اكلهم ويشربهم زي ما انتم شايفين. واللي عنده بيض راح قعد على البيض بتاعه اهو. يعني الحمام كده كله كل وشبع زي ما انتم شايفين كده. طبعا دول لسه عطشانين لان الدور ما جاش على المسقه بتاعتهم. هم اصلا بيحسوا بالميه لما بتيجي على المسقه بتاعتهم، بيبقوا عارفين ميعادها ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده. اهم شيء عندي ان الحمام قاعد على بيضه تمام، واللي عنده زغاليل دخل ياكله زي ما انتم شايفين كده اهو. اذا كان فوق اذا كان تحت اهو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طبعا ده اليمني اللي انتم شايفينه كده. انا عايز بقى اشوف رد فعل الذكر ده ايه بعد ما يشرب من الميه دي. عايز اشوف رد فعله ايه، يا ترى هيعمل ايه معانا ومع النتايه اهو. احنا ممكن نجوزه حاجه تاني برضو. ممكن نجوزه ايه دلوقتي؟ ممكن نجوزه ايه من هنا؟ تعالوا كده هات لنا الذكر دوت يا معلم. النتايه دي اسف، هات لنا النتايه دي. تعالي خشي عند الذكر بتاعك يلا. هنجوزه اكتر من حد النهارده اهو. طبعا دول لسه متجوزين دلوقتي اهو. هناخد بقى نفس الكلام برضو، ناخده البياضه وننضفها تنظيفه كويسه، ونبدا نحط فيها خلطه التحديق ونرجعها لهم تاني. طيب ايه تاني هيتجوز معانا النهارده؟ لازم حاجه بلقه تتجوز، لازم حاجه بلقه تتجوز. هنشوفوا ايه اللي هنجوزوه ونرجع لكم تاني. وده منظر الحمام بعد ما كل وشبع واكل زغاليله. نخش بقى نشوفوا الزغاليل بتاعتهم صحتها عامله ازاي. تعالى كده اهو. طبعا الزغلول ده كل معانا بسم الله ما شاء الله، ونفس الكلام برضو ده كل معانا. طبعا ده شقلباظ يا شباب، وهنا برضو ده كمان شقلباظ اهو. كل برضو صحته بقت كويسه اهو بسم الله ما شاء الله. يلا بينا هنا نجيبوا اليمنيات. تعالى يا معلم، الله اكبر عليهم بسم الله ما شاء الله. وبكده ان شاء الله نكونوا اكلنا حمامنا وخدمناه خدمه صح. القطره اللي احنا استخدمناها اسمها جروفيت بلس، واللي احنا حطيناه في البياضه اللي بياكلوه دوت اسمه تحديق. وان شاء الله في فيديو تاني بجهزه هنجوزه فيه الحمام كله، وهنجوزه النتايات دي كلها مع احلى اخوات في الدنيا. واستنونا في كل فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.